السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل نوع كده من المخبوزات جديدة جدا على السوشيال ميديا. هي اسمها الكونشاس. الكونشاس ديت واحدة من أشهر المخبوزات الحلوة في المكسيك، ومكونة كده من عجينة غنية بتشبه في طعمها البريوش، وعليها طبقة كده كفر من السكر والزبدة والدقيق، بيكون طعمها مقرمش كده من فوق وهشة من جوه. الوصفة دي بتتاكل مع الشاي أو مع القهوة أو مع الشاي بلبن في الفطار أو في العصرية. هقولك على كل التفاصيل بتاعتها ومنشأها ومين الأساس بتاعها، وكمان اتسميت كده ليه في خلال الفيديو إن شاء الله. فتابع معايا الفيديو للنهاية إن شاء الله هتستفيدي. بس حابة أقولك الأول، لو أنت أول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي وتفعلي الجرس وتحطي لايك للفيديو لو عجبك، ويلا بينا نشوف الكونشاس دوت اتعمل ازاي. اول حاجه كده انا معايا في الكوبايه هنزل بيه تلت كوبايه من الميه الدافيه، بالظبط 85 مللي من الميه، 16 جرام خميره فوريه او معلقه كبيره زي ما عايرتها قدامكم كده بالشكل ده. الكيس ده بالظبط 16 جرام. معلقه صغيره من السكر، وهقلب كده كل الخليط ده مع بعضيه كده كويس، وهسيبه كده يخمر من حوالي 10 دقايق كده ل 12 دقيقه، وبعد ما اغطيها واسيبها على جنب لما احتاج لها. في بولة تانية كده انا هنزل بيه نص كيلو من الدقيق بالظبط، يعني 3 اكواب. انا بقول المقادير بالكوباية وبالجرامات. رشة ملح صغيرة او ربع معلقة صغيرة، وربع معلقة صغيرة من الفانيليا، ونص كوباية مليانة كده من السكر البودر او ما يعادل 110 جرام. واقلب كده كل المكونات الجافة دي كده مع بعضيها. هستخدم بيضتين كبار او متوسطين مفيش مشكلة. استخدم 85 مللي من اللبن بالظبط تلت كوب، و100 جرام من الزبدة السايلة او اللي هي السايحة، يعني تلت كوباية، وكمان معلقتين كبار، هي بالظبط 100 جرام. فانا عايرتها بالكوباية وكمان بالمعالق، واقلب كده كل المكونات دي مع بعضيها بالشكل ده. هجيب بقى يعني اثناء ما انا كنت بحضر المكونات ديت، لو انتم ملاحظين ان كانت مكونات الخميرة كانت بتطلع معايا، انا هفضيها كلها كده بالشكل ده، وطبعا ارتفعت معايا. انا هعين بقى المضرب خالص وهعجن بايديا. طبعا انتوا عارفين انا قايله قبل كده ان في فيديو سابق، يعني ان انا الجلافز بيعمل لي حساسيه، يعني بيعمل لي مشاكل صحيه بصراحه. ففي الحاله ديت ممكن تستخدمي ايديكي او عجان، وعلى طول تعملي كل المكونات ديت مع بعضيها كده وهي هتعجنها لك. بس انا حبيت انا اسهل على ست البيت واوريها ان الطريقه سهله جدا وممكن تستخدمي ايديكي مفيش مشكله. وتعجني كده حوالي 5 أو 7 دقايق لغايه ما العجينه تبقى طريه معاكي بالشكل ده، وتغطيها وتسيبيها كده في مكان دافي لمده، هي تقريبا خدت ساعه الا ربع. فاللي بيتحكم فيكي طبعا هو الطقس اللي حواليكي. انا حطيت كده في بولة تانية، ده الكفر بتاع الخارجي، بالظبط 180 جرام من السكر الناعم ما يعادل كوب مليان، و180 جرام من الدقيق بالظبط كوب وتلت الكوب. وفي الاخر هحط برضو 180 جرام من الزبدة الطرية، يعني اي نوع طبعا بتستخدميه، نص كوباية كده مليانة شوية. تمام. و هعجن كده كل الخليط ده مع بعضيه كده لغاية ما اعمل الشكل ده. طرية جدا العجينة، وما تبالغيش في العجن. انا عايزاها كده متماسكة، لان انت لو بالغتي هتبقى طرية جدا منك. هعمل كده نص فانيليا ونص بالكاكاو. هنزل بيه معلقتين صغيرين من الكاكاو،
انت لو عندك الكاكاو غامق شوية عن ده ممكن تستخدمي معلقة واحدة بس، لكن انا كنت شايفة ان الكاكاو لونه فاتح شوية فاستخدمت معلقتين، وعليهم معلقة صغيرة من الحليب السائل، وهعجن كل ده مع بعضيه لغاية ما اشكل كده عجينة متماسكة من الكاكاو. انا هجيب كده العجينتين بعد ما حطيتهم في التلاجة يشدوا شوية، وهحاول انا اكورهم كده ل 12 قطعة. طبعا انت بتقطعي بالشكل اللي انت عايزاه، المهم انا عايزة في الاخر 12 قطعة قد بعضيهم، او تقطعي بالطريقة دي، بتقيميها كده في ايدك وبتقطعي بالظبط 12 قطعة من العجينة البيضة و12 قطعة من العجينة البني. كده خلاص العجينة ارتاحت حوالي ساعة الا ربع بالشكل ده. انا طبعا هقطعها معاكم. انا عايزة 12 قطعة، يعني بالظبط انا عاملة الكفر بتاعها 24 قطعة، عشان تحبي تشكلي انت براحتك، لكن العجينة بالظبط انا هقطعها 12 قطعة وهكورها بالشكل ده زي الكايزر كده. انا هجيب صينية كده ومش هدهنها اي حاجة، انا هحط رشة دقيق كده خفيفة خالص، وهبتدي اكور كده زي الكايزر ما بنعمله بالشكل ده، هتتكور معاكي بسهولة وهتديك شكل متناسق. وهرص طبعا وهبعد كل واحدة عن التانية، مش هخليهم لازقين في بعض لانها بتكبر، وكمان لسه هنعمل حساب الكفر بتاعها. كده انا عملت كل الكمية مع بعضنا. هيجي بقى دور الكفر بتاعنا، كيسين كده نايلو، وهنحط 2 على بعضيهم. عايزة طبعا عايزاها بيضة بتستخدمي واحدة على بعضيها، تستخدمي 2 مع بعضيهم. عايزة واحدة وواحدة يبقى تستخدمي واحدة من البيضة وواحدة من البني زي ما هعمل دلوقتي. انا سبت العجينة استريحت حوالي ساعة كمان، يعني لغاية ما اختمرت معايا كده العجينة بالشكل ده. انا هغطيها بقى بالكفر بتاعها زي ما اتفقنا. انا ممكن استخدم واحدة بيضة وواحدة بني، وهنزل عليها كده بأي حاجة عندك، حلة تقيلة، طبق، المهم ان انت تضغطيها كده ضغطة. هي اصلا ليها جهاز مخصوص للحركة دي طبعا، لكن احنا اصلا مش متوفر عندنا الجهاز بتاعها ده، ولكن احنا بنستسهل وبنقرب المسافة بالشكل ده. الوصفة دي انا كنت عاملاها قبل كده في القناة بتاعتي، يعني تقريبا من 3 سنين او 4 سنين. الوصفة دي انا كنت عاملاها وقلت لكم قبل كده ان هي اسبانية، بس هي دخلت المكسيك خلال الاستعمار الاسباني، واتطورت بقى بعد كده بنكهة وثقافة محلية مكسيكية. يعني هي اصلا تقريبا هي دخلت مع الاسبان لما احتلوا المكسيك، بس هي اتطورت بقى في المكسيك بعد كده. ومعنى اسمها بالاسباني هي اصداف البحر، لان الطبقة العلوية ديت اللي هي المنقوشة بتشبه قشرة الصدفة او المحار، يعني فيها شبه كبير جدا جدا من قشرة الصدفة او المحار. انا بغطي كده وبحاول طبعا احط كل جوانب الكفر تحت العجينة علشان ما يتفكش مني او يسيب. هقطعها بالشكل ده زي الصدفة كده زي ما اتفقنا. بتديكي برضو ايحاء كده ان هي شبه ظهر السلحفة، يعني فيها شبه كده من ظهر السلحفة. ده رأيي انا، يعني مش، لكن هي بتشبه عندهم هم قشرة الصدفة او المحار. احنا طبعا هنقطعها كلها بالشكل ده، الشكل المناسب ليكي طبعا. فالعجينة دي تعتبر مكسيكية، مكونة من عجينة غنية كده بتشبه البريوش، وعليها طبقة كده من الكفر، السكر والزبدة والدقيق زي ما احنا قلنا في الأول. فبيكون طعمها مقرمش من فوق وهشة من جوه، لأنها طبعا بتكون غنية بالزبدة والحليب، وبتتاكل مع الشاي أو مع القهوة أو مع الشاي بلبن. بيستخدموها في الفطار أو في العصرية. طبعا أنا هقطعها كلها بالشكل دوت كده، وهخلص كل الكمية اللي معايا اللي 12 واحدة. هدخلها على فرن 160، يعني على درجة هادية في الرف اللي قبل الأخير، وآخر 3 دقايق بحمر وشها، ومش لازم تحمريه قوي يعني. هتطلع معايا بالشكل ده، يعني حوالي بالظبط تلت ساعة، وتطلع معايا مقرمشة من فوق وطرية جدا من جوه وهشة غنية جدا. طعم العجينة نفسها طعمها جميل جدا، ويا سلام بقى كمان لو انت عاملاها بزبدة نيوزيلندي بتظهر في الطعم جدا جدا. ممكن تستخدم داخل العجينة سمنة بلدي
عشان تغير لك من الطعم، ولكن يفضل ان انت تستخدمي زبدة سايحة. ده شكلها النهائي بعد ما طلعت من الفرن. طبعا بعد ما بتطلعيها انت بتغطيها علشان تبقى طرية معاكي ومحتفظة بالطراوة. اصلا هي لما بتطلع بتبقى مشققة بالشكل ده. ده الشكل بتاعها من جوه، طرية جدا وهشة، طعمها بجد جميل جدا. اذا عجبك بقى الفيديو ما تنسنيش في اللايك، وكمان ما تنسوش اخواتنا في الدعاء، ربنا ينصرهم ويثبتهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.